شبكة فودافون واقعة ومحدش عارف يوصل لحد، ولا النت شغال مع أي عميل خطه فودافون. الكل كان في البداية بيحسب إن المكان اللي فيه ما فيهوش شبكة، لكن اتضح إن عطل فني عام حصل فجأة. فيا ترى إيه حكاية العطل ده؟ وهيتصلح إمتى وترجع الشبكة؟ المفاجأة إن الناس اتصرفوا ولقوا حل للأزمة، مش هتصدق عملوا إيه. الموبايل بالنسبة لفئة كبيرة من الناس إيديهم ورجليهم، وزي ما تقولوا كده أكل عيشهم، وتقريبا كل الشغلانات بقت معتمدة اعتماد كبير على المكالمات والإنترنت. كل عملاء فودافون اتفاجئوا الساعات اللي فاتت إن خدمة فودافون قطعة ومفيش حد كان يعرف السبب، خاصة إن الفترة الأخيرة كتير كان بيشتكي من إن الخدمة بتكون مش متاحة والشبكة مش بتجمع في أماكن كتير. وحصلت حالة من الجدل بين الجمهور على السوشيال ميديا، خاصة إن اللي كان وراه مهمات أو شغل معين اتعطل وما بقاش حد عارف يكلم حد في الموبايل، ولا حتى النت شغال بسبب انقطاع الخدمة، وده في أول ساعات اليوم. وطبعا ده سبب أزمة كبيرة ليهم فوق أزمة انقطاع الشبكة، لحد ما شركة فودافون نشرت بيان رسمي بتعتذر فيه للعملاء وتوضح سبب العطل أو المشكلة. وقالوا إن خدمات فودافون تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع في بعض المناطق نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباحاً، وإن العطل مؤقت وهم شغالين على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وبتعتذر عن أي صعوبات قد تواجه العملاء. وقالوا إن جميع الخدمات التانية شغالة بشكل طبيعي، ومن المتوقع إن يتم استعادة الخدمة بالكامل خلال ساعات، وإن الشركة هتقدم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين بعد استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل. العطل ده كان بسبب التحديثات اللي بتعملها فودافون، وده خلى الشبكة تخرج عن الخدمة سواء للمكالمات أو للإنترنت، وده بيعملوه من كام يوم، ولكن الجمهور اتأثر بيه النهاردة. ومش أول مرة يحصل التحديثات دي، ولكن بشكل دوري من الشركة، وده لمتابعة الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات العميل لتقديم أفضل خدمات الاتصالات في مصر. لكن كان لازم الناس تتصرف علشان حياتهم ما تتعطلش، وفورا فكروا في حل مؤقت لحد ما الخدمة ترجع تشتغل من جديد بشكل طبيعي وكويس. وبدأوا ينشروا على السوشيال ميديا، ناس تسأل عن حلول وناس ترد وينصحوهم إنهم يحولوا اختيارات الشبكة ل 2G أو 3G علشان يقدروا يتعاملوا مع الخدمة بشكل طبيعي، وده عن طريق الدخول إلى إعدادات الموبايل والدخول إلى الشبكة المفضلة واختيار شبكة الجيل الثالث أو شبكة الجيل الثاني. من كام ساعة بدأت الخدمة ترجع بشكل جزئي، ولكن كتير ما حسش بالتغيير في الشبكة. طبعا فئة كبيرة من المصريين من عملاء فودافون، وحسب ما نشر موقع العربية إن عدد عملاء فودافون مصر وصل لما يقارب 48 مليون مشترك، وده وفقا للي أعلنته الشركة قبل كده. فهل اتأثرتوا بانقطاع الخدمة الكام ساعة اللي فاتوا؟ وهل بدأت ترجع عندكم الخدمة ولا لسه؟ وتفتكروا التعويض من الشركة هيكون إيه للعملاء اللي اتأثروا؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.